المغرب ربما ستقصى في الدور الاول. نعم. الاسبان يربحوا 2-3-4 يا سيدي، يربحوا 4. افضليه حتكون المنتخب الاسباني بالطبع. المنتخب البرازيلي ربح ب4-0. المنتخب المغربي ما عندهمش مهاجمين من نفس جودة المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي يدخل بقوة في المباراة بالنسبة للمنتخب المغربي انه يبقى. توقع فوز المنتخب الكوري على المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في ثمن نهائي كأس العالم. المنتخب الكوري يمتلك لاعبين أقوى بكثير من المغاربة، وسيتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم، لأن ما وصل إليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوة منتخب أمريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء. نرشح المنتخب الفرنسي انه اقوى من المنتخب المغرب في كل الخطوط، وحتى في التوازن. شعر انه المنتخب المغرب ما عندوش توازن كبير في الخطوط الثلاث، عكس المنتخب الفرنسي اللي قوي جدا كمنظومه كبلوك، قوي جدا سواء في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الدفاعيه. نصف نهائي مونديال. توقع خسارة المغرب أمام الأرجنتين لأقل من 20 سنة. تذكروا كلامي جيدا، المغرب سيخسر بهزيمة ثقيلة. الأرجنتين منتخب قوي وسيفوز بنهائي كأس العالم. ياكم الكراغلة سبحان الله. قال الفرق اللي كتشجعو كتخسر، قال اللي كتسيبورتو ولا تلبسو التوني ديالو كتكحلو عليه. الله يجعلكم ديما بحكا وديما بقاو بحكا. قال اللي كتشجعو يخسر باش نبقاو ديما حنا في العالي. وقول لي يا بوحنيكا، ملي ربح المنتخب المغربي ودا الكاس كتقولوا دابا في البلاطو ديالكم؟ تتويج المغرب ضد الأرجنتين بكأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك كأس العالم بين المنتخبات العربية، منها الجزائر لا تمتلك شيء، وهذا ما يزعجني صراحة. الله لابو حنيكه مفقس لينا، مفقس حيت المغرب دا كأس العالم. خاصكم تفرحوا ليه كعرب. المغرب تحتفل، ولكن بعض الاستديوهات التحليلية في دول أخرى عندهم عزاء وحزن للأسف. في كل مباراة يخرجون في تيشيرت المنتخب الخصم للمنتخب المغربي. لبس التيشيرت البرازيلي وخسر، لبس التيشيرت الكوري وخسر، لبس التيشيرت الأرجنتيني وخسر، كل المنتخبات. وبقت المغرب فوق السحاب مثل ما يقول لك اخواننا السعوديين. أبى من أبى، الراية الحمراء المغربية هي من تسيدت المشهد في كأس العالم. نعم. للشباب، وهذا الشيء واقع وحقيقة لأداء مشرف لمدرب نزيه يعلم تماما كيف يوظف اللاعبين. أبارك لهم صراحة، أبارك للاعبين، أقول ديما مغرب. وإن شاء الله تعالى أن هذا المنتخب بإذن الله تعالى سيكون له يعني راح يكون له مستقبل مشرق. نعم. إن شاء الله. مع الكوكبة إن شاء الله، في المستقبل القريب إن شاء الله. طيب. استقبال تاريخي لمنتخب المغرب لأقل من 20 سنة في المغرب بعد تتويجه بكأس العالم أمام الأرجنتين. بصراحة استقبال رائع بعد وصول المنتخب المغربي إلى المغرب. المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، ناس تخدم على رواحها. المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة قدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل حقيقة كعرب وكافارقة. مرجع في العالم، تتقرر المغرب في العالم. كيفاش السياسة اللي متاع كرة القدم عندهم فعلا وصلت، وأنه ولات اقتصادية من عمالقة اللعبة، من عمالقة اللعبة في العالم. عندهم رئيس جامعة الحقيقة يعني يخوفنا برشا، رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف، معناها سي فوزي لقجع، معناها إنسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن إنسان يخدم مليح، إنسان يحضر، إنسان حط كل الإمكانيات. المغرب تفوز بكأس العالم تحت 20 عام بعد فوزها على الأرجنتين 2-0. المنتخب المغربي فاز على فرنسا، فاز على البرازيل، فاز على الأرجنتين. نحكيو على منتخب مغربي فيه لاعبين اليوم القيمة التسويقية نتاعو في العمر هذا تقريبا تتجاوز 1.3 مليون أورو، 1.3 مليون أورو. هذا نحكيو قبل الدورة، راهو اليوم الفالور مارشاند نتاعهم الكل باش تزيد بعد الدورة. القيمة التسويقية للفريق الكل تقريبا في 9 مليون أورو. استقبال تاريخي لمنتخب المغرب لأقل من 20 سنة اليوم بالعاصمة المغربية الرباط بعد الإنجاز التاريخي والتتويج بكأس العالم، واستقبال من الشعب المغربي للمنتخب المغربي. صراحة المنتخب يستاهل ما وصل إليه. استقبال شعبي ملكي تاريخي للمنتخب المغربي تحت 20 عام بعد الإنجاز الأسطوري، فوز المغرب كأس العالم وتلم
تلمت الناس في شوارع المغرب، وكان الاحتفال بالمونديال في العاصمه الارجنتينيه. الشوارع فارغه قحله، ما فما حتى انسان حتى كائن حي. المغرب خارجين من كل حد بنوصلوا، اللي خارج من باب، اللي هابط من شباك، اللي خارج من. تصور اي بلاد دخلت الفينال معناها تعيش، هما يمكن اكثر خاطر هما عندهم شامبيونا يا صاحبي معناها. الاستقبال الرهيب، مئات الالاف خرجوا شجعوا الفريق بتاعهم، وكيف كيف الحقيقه صور ان شاء الله راوها نهار في تونس. انا نتذكر رينا حاجه هكا، انا نتذكرها عام 96 رفيق، وقت اللي روحنا من افريقيا الجنوبيه. انا صغير ومشيت لشارع محمد الخامس وشارع الحبيب بورقيبه لاستقبال اللاعبين اللي وصلوا للدور النهائي، لانه في نهايه الامر تلعب دور نهائي وتعمل النتيجه المتميزه هذيك من نجم كان نفرح. البارح شفت ساعة تصور تأكد أنه الشعوب تتنفس كورة، أنه تقريبا ما فما شيء نجم يخرج شعب للشارع بالطريقة هذه، إما ثورة ويحبوا يبدلوا نظام حكم في البلاد واحتجاجات، ولا فرحة كرة القدم. فما فيديو المغرب كان إذا وصلتوا معي أصدقائي لنهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب ليصلكم الجديد ولينتشر الفيديو. باي باي.